ايه يا معلم؟ ايه الاخبار؟ اه يا عم والله معايا فيديو هخلصه واجي لك ان شاء الله. اه صح، ثانويه عامه بقى زي ما انت عارف الضغط. خلاص هخلصه باذن الله واجي لك. ماشي يا حبيبي، بقول لك صح. سمعت صوت القطر؟ طبعا مفيش حد بيكلمني، بس انا قلت اعمل انترو لطيفه كده للفيديو. الساعه 2 بالليل اساسا. ازيك يا بتاع ثانوي؟ ايه اخبارك؟ اديني بس معلش ثانيتين بس هقول الانترو بتاعتي وان شاء الله هيجي لك في الفيديو. ما تقلقش خالص، اقسم بالله لا روجك النهارده. اوعى تقلق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد من تشانل كريم نوب. شانل كريم نوب اللي هو انا كريم نوب. في التشانل هنا بنتكلم وهنتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بيك انت، نفسك، علاقاتك، تعاملك مع الناس، تعاملك مع نفسك قبل الناس، مجال انت نفسك تتطور فيه، برمجه، ديزاين، ماركتنج، شغل الدولارات بتاع اليومين دول. لو عايز تتعلم انجليزي بنساعد برضه في الموضوع ده وبنقول التولز اللي ازاي بيها تتعلم الحاجات دي. فلو مهتم باي حاجه من الكلام اللي انا قلت لك عليه ده يا ابو الصحاب، يا ريت تسبسكرايب في القناه علشان توصل لك كل الفيديوز اللي انا هنزلها واللي ان شاء الله هتفيدك. انا قلت اقعد بما ان احنا هندردش مع بعض وهتبقى كلمتين مني ليك، فقلت للهيبره وان انا اقف واتعب والكلام ده، بس قلت علشان حوار دردشه دلوقتي وهنحكي مع بعض خلينا اقعد احسن عشان اخد راحتي في الكلام. يا بتاع ثانوي، ازيك يا معلم؟ ايه اخبارك؟ اخبار صحتك؟ عارف، والله العظيم عارف اللي انت فيه دلوقتي. عارف انك مضغوط وعلى اخرك وحاسس ان هموم الدنيا كلها فوقيك وانك مش طايق حد اساسا. انا عارف، انا حرفيا عارف كل الكلام ده لان انا كنت مكانك. انا بالظبط كنت مكانك، بس الكلام ده من 3 سنين. انا دفعه ثانويه عامه 2020، هي دي دفعه الكورونا، دفعه النحس والفقر والمرض والامراض اللي عادت العالم كله. انا دفعه 2020 جات في الثانويه العامه الحمد لله 88%. الحمد لله والشكر لله. طبعا قد يبدو للبعض انه مجموع قليل، ولكن الحمد لله ربنا اداني على كد تعبي، فعشان كده تلاقيني بقول لك ان انا كنت مكانك. بس انا بصراحه الدنيا كانت شاده حبتين معايا، لان احنا دفعه الكورونا، الضغط والحظر والامراض والدنيا كانت شاده جدا، التعقيم وجو التعقيم والجو ده، فالموضوع كان شادد حبتين. بس برضه زي ما بقول لك ان انا عشت نفس التجربه بتاعتك ونفس الاحساس بتاع دلوقتي بالنسبه لك، مضغوط وعلى اخرك وحاسس ان خلاص مستقبلك. بس خلينا نحكي مع بعض ماذا بعد، يعني ايه بعد التوتر والضغط اللي انت موجود فيه دلوقتي. يعني معلش بس يا ابو الصحاب، ان انت في لجنه الامتحان هتكتب ان انا كنت مضغوط ومتضايق وما قدرتش احل فهيدوك الدرجه؟ اعتقد لا شويه. فانا عايز اقول لك انك تخف التوتر اللي عندك ده وتقوم وتكمل الطريق اللي انت بداته. وانا مش هقول لك ان ما يبقاش عندك توتر، لان بصراحه في التوقيت ده بالذات، لو الفيديو نزل في الوقت اللي انا عايزه ينزل، في التوقيت ده بالذات لو انت مش قلقان وحاسس ان الدنيا تمام، فاعتقد انك تروح لدكتور نفسي. فانا بقول لك ان ما تخليش التوتر والقلق اللي عندك ده يضيعك ويضيع اللي انت بداته، لانه فعلا احنا بنسمع وحرفيا حصلت في الدفعه بتاعتنا، تلاقي الواحد عامل حسابه ان هو داخل الامتحان وان شاء الله هيجيب الماده في شوال و100 100، يدخل الامتحان توتر، قلق، خاف، اجل، ويلا انت بقى خليك معانا سنه ثانيه في ثانويه عامه. هنتكلم في حوار التاجيل ده بعدين، بس دلوقتي خلينا في حوار ان الثانويه العامه نهايه العالم بالنسبه لك. ساعات كتير والله بحس ان بتوع الثانويه العامه دول بالنسبه لهم الثانويه العامه ودرجات الثانويه العامه زي استغفر الله العظيم كده يوم القيامه، اللي هي الدرجات بتاعتها يا اما ادخل الجنه يا اما ادخل النار. والمشكله انك بعد ما تطلع من الفتره دي بتشوف ان انت كنت سايب دنيا تاني، ان في دنيا تاني، في مستقبل، في كليه، في جامعه، في حوارات كبيره تاني بتبقى. وبرضه بعد ما بتطلع من الفتره دي بتقول ان انت قد ايه كنت عيل ساذج. حرفيا انا اقسم بالله لما بفتكر ايامي لما كنت في ثانويه عامه بضحك جدا والله. كميه السذاجه اللي الواحد كان فيها وكميه قله الحيله واللي هو مش عارف اصلا هو رايح فين. عايز اقول لك في الفيديو ده يا ابو الصحاب انك اجمل، استرجل كده وقوم وكمل اللي بداته. خلاص يا ابو الصحاب فاضل على حلمك تكه، فكمل الطريق. وخلاص فاضل شهر او اقل من شهر وكل الضغط والتوتر والقلق اللي انت موجود فيه ده يروح وتبدا بقى تحقق حلمك، فكمل. انا عايز اقول لك كمل. وبصراحه برضو من الحاجات اللي عايز اصر عليها في الفيديو ده انك ما تاجلش، ما تاجلش، ما تاجلش، اوعى تاجل. اوعى تسمع اي حد يقول لك اجل، ما تسمعش كلام صحابك ولاد الكلب الفاشلين اللي يقول لك يا صاحبي احنا السنه دي كنا رخيين جدا وان احنا ما بنذاكرش خالص، هنأجل مع بعضينا والسنه الجايه ان شاء الله هنبدا جد من اولها. العيال دي فاشله، والواد اللي بيقول لك الكلام ده فاشل ولقي نفسه ان هو غرق اصلا، هيعرف يعمل اي حاجه، فقال ليه انزل لوحدي اما اخد واحد صاحبي. فبيجي يقول لك اوعى تسمع كلام العيال دي، العيال دي هتضيعك. وبصراحه انت برضو مش حمل انك تقعد سنه كامله برضو في الضغط والتوتر اللي انت موجود فيه. وبرضو انا شايف ان ناسك مش حمل انهم يصرفوا عليك سنه تاني. يا ريت اكون قدرت اوصل لك الفهم بتاعي. انت خلاص ذكرت وعملت اللي عليك والباقي ده مش بتاعك، الباقي ده بتاع ربنا. وفي الاول وفي الاخر كل حاجه مكتوبه ومعلومه اساسا، يعني الدرجه اللي انت هتجيبها مكتوبه عند ربنا، انت عملت اللي عليك فخلاص. كلمتين برضو للابهات والامهات والوالدين عموما، ويا رب يا رب يا رب يسمعوني في الكلام ده. انا عايز اقول لك بعد اذن حضرتك خف الضغط على عيالك، حاول انك تهون عليهم، خف عليهم الضغط، لان معلش ولكن معظم الضغط اللي بيبقى عند الطلبه في الفتره دي بالذات
بيبقى من الاهل، اللي هو انا مستنيك تبقى طيار، خلي بالك انا شايفك دكتوره، انت شرف العيله، وكل الكلام ده حلو ما فيهوش فصال وكلام جميل بصراحه، بس برضه ما تزودوش الضغط عليهم، لان بصراحه احنا الفتره بتاعه الامتحانات والنتيجه بتاعه ثانويه عامه بنسمع حوادث وكوارث بصراحه والله حاجه تصعب على الكافر، اللي تلاقيه مصرع شاب وانتحار شابه وكلام يعني لا اله الا الله. فانا عايز اقول لكم انكم تخفوا التوتر على عيالكم شويه، واكيد انتوا ناس اكبر مننا وناس اعلم مننا واحنا محترمين ده جدا طبعا، وعارفين ايه اللي بيحصل اليومين دول في الدنيا، فمعلش هونوا على عيالكم شويه. يعني كمثال حاول انك تدخل على ابنك الاوضه وتهون عليه باي كلمتين، تقول له لو جبت اي حاجه انا فخور بيك، المهم انك تعمل اللي عليك. اقسم بالله والله الكلام ده قد يبدو ان هو مش بيخسر حاجه منكم او مش بيخليكم تخسروا حاجه، ولكن بالنسبه للطالب في الفتره اللي هو موجود فيها فده كنز، انت كده بتديله كنز، انت كده بتهون عليه حاجات كتيره جدا. وانت بقى يا ابو الصحاب زي ما قلت لك استرجل كده، دوس وما يهمكش، كل اللي هيجيبه ربنا خير، اقسم بالله كل اللي هيجيبه ربنا خير. لو لا قدر الله ربنا ما كرمكش في مجموع الثانويه عامه هتدخل الكليه وهتتاكد ان ربنا عايز لك الخير في كل الاحوال، والله في كل الاحوال. صراحه كان لازم انزل الفيديو ده، ويا رب يا رب يا رب ينزل في الميعاد اللي انا محدده له، لان انا نزلت الفيديو ده لان انا كنت عايز حد يقول لي الكلام اللي انا قلته. انا كده خلصت، واتمنى لك يا ابو الصحاب كل الخير. ان شاء الله الفيديو ده مش هعمل فيه مونتاج كتير، هو الزرار بتاع السبسكرايب والزر بتاع الجرس. صح يا ابو الصحاب، لو لسه ما اشتركتش في القناه حاول انك تشترك في القناه وتفعل خاصيه الجرس، لان ان شاء الله الفتره الجايه ناوي انزل فيديوهات عن ان ازاي تختار كليتك وازاي تختار الانسب ليك وازاي تستغل فتره الجامعه كويس. فلو مهتم بكل الكلام ده يا ابو الصحاب سبسكرايب في القناه وفعل برضه خاصيه الجرس عشان اول ما انزل فيديوز توصل لك. ويلا بقى ربنا يكرمك بكل خير يا حبيبي، واشوفك في الجامعه اللي نفسك تدخلها والكليه اللي نفسك تدخلها برضه. بس نصيحه مني ما تجيش جنوب الوادي، اوعى تيجي جنوب الوادي، اهرب وانا كمان ههرب. يا رب اكون فدتك. وفي الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي.